هو احنا النهارده بنقول هابي فالنتاين داي ليه؟ النهارده مش 14 فبراير، النهارده 4 نوفمبر، عيد الحب المصري. العالم كله بيحتفل بعيد الحب يوم 14 فبراير، يوم واحد في السنه، احنا بنحتفل بيه مرتين مع العالم في 14 فبراير ولينا عيد حب مخصوص لمصر. بس تعالوا بقى احكي لكم على قصه العيد الحب المصري، القصه الغريبه، اليوم التعيس اللي اصبح يوم سعيد في حياه المصريين. صاحب فكرة عيد الحب المصري هو الكاتب الصحفي مصطفى أبدي. بس اشمعنى يوم 4 نوفمبر؟ ده اللي أنا جاية أقوله لكم النهاردة. في 4 نوفمبر سنة 1974 صادف وجود الكاتب الصحفي مصطفى أبيد بحي السيدة زينب جنازة، ولاحظ أن الجنازة يشيعها 3 أفراد فقط. وبسؤاله عن سبب ندرة مشيعي الجنازة اتقال إن ده راجل كبير يتعدى 70 من عمره، لا كان بيحب حد ولا حد بيحبه. مصطفى أمين اتأثر جدا بالموضوع، واقترح من خلال عموده فكرة بجريدة الأخبار اللي يخلي يوم 4 نوفمبر يوم عيد للحب، عيد للحب الإنساني، عيد تتخلص منه من الهموم والآلام وتعبر عن مشاعرك للآخرين، ويظهر الحب والود والسلام ما بين الأفراد. هو جابت الفكرة في الأول لاعتقاده بأن هو بيدعو إلى العشق والغرام بين الرجل والمرأة، ولكن هو لم يقصد الرجل والمرأة فقط، ولكن قصد كل إنسان اتجاه الإنسان الآخر بغض النظر عن نوعه وكينونته. حب وعيش في حب، تعيش في سلام، حبوا بعضكم، وكل عيد حب مصري واحنا كلنا طيبين. ما ينفعش نقول هابي فالنتاين دي عشان الفالنتاين دي ده حاجة تانية خالص، نبقى نقولها في عيد الحب.